كشري مصري بأسهل وأسرع طريقة ممكن تجربوها، كتير سهل وسريع. طنجرة واحدة ورح نحضر الصوص الأحمر اللي بتقدم جنبه مع الدقة. بالبداية بنحتاج لكمية وفيرة من زيت الزيتون، كمية من البصل مقطعة جوان مع رشة طحين حتى تاخد معنا لون جميل بالتقلاية. بنتركها على نار عالية حتى نحصل على هذا اللون الجميل. بنطالع كل الكمية. شلت مقدار كبشاية من زيت البصل وبنحط هون شعيرية. قليت الشعرية حتى أخذت هذا اللون الحلو. بعدين ضفت كاسة رز مصري كانت منقوعة عندي ومغسولة مزبوط. بقلبها شوي بالزيت تبع البصل. بهالوقت هاد كمان بضيف فوق العدس نقعته تقريبا 3/4 الساعة، ما سلقته بس نقعته مي فاترة. وضفت كمان كاسة ومعكرونة كمان سباجيتي الطويلة، يعني الأنواع حسب ما بتحبوا تضيفوا. معلقة توم مهروس، كزبرة يابسة وكمون وملح. ضفت المي المغلية لفوق ارتفاع الرز بشوي وتركتها حتى تتهدى على نار هادية. لتحضير الصوص الأحمر بنحط زيت البصل يلي شلناه بالأول مع معلقة توم مهروس كبيرة ومعلقة دبس بندورة، شوية بابريكا حدة، كزبرة وكمون يابسين مع ملح، وكاستين عصير بندورة يا أما مهروسين أو معصورين عندكم ياهن، 3 معالق خل. نتركهم يتسبكوا. للدقة بنحتاج توم مهروس، فلفلة مفرومة حدة، كمون وكزبرة وشوية ملح، عصير ليمون وخل، وهيك صارت جاهزة معنا. وشوفوا ما شاء الله بعد ما تهدى كيف طلعت النتيجة دمار. استوت كل المكونات سوا بنفس الوقت وطلعت النتيجة كتير طيبة. زينتهم بالبصل وضفت كمان الحمص المسلوق. استخدموا من الحمص كمية وفيرة لأنه الطعمة بتاخد العقل. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك وعملوا سيف وشير للوصفة. سلام.